عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. غبرت عليكم ولكن غير مع الوقت ما كنساكمش. دائما كنقول غادي نجيب لكم شي حاجه جديده وشي حاجه اللي فيها استفاده انكم تستافدوا منها بزاف بزاف. كنتمنى انكم تبارطاجيو القناه مع احبابكم وصحابكم، وما تنسونيش اللايك. شفتكم هاد الايام ما بقيتيوش كتدخلوا الفيديوهات ديالي. المهم ما عليناش، مرحبا باي وحده جديده، مرحبا بها. اول حاجه غادي نجاوب على واحد التساؤل تاع واحد السيده كانت قالت لي هذا خدات هذا الغسول وخدات ليكرون. قالت لي الغسول حرقني واحد شويه هذاك الاخضر. هانتي كتهضري على هذا ديال البشره الدهنيه، يعني كيتحكم لينا في داك الدهون ديال البشره ديالنا، يعني ما تبقاش دهنيه. وفاش كتبغي ديري شي اكرو كتكون ادراتاسيون ولا مرطبه، ما كتوازن لك في البشره ديالك. قالت لي راه حرقني في وجهي ولكن من بعد ما بقاش كيحرقني. عادي جدا انه ما يبقاش يحرقك لانه ما كيسبب حتى شي حاجه، وزوين بزاف. وكما قلت لك ما كيدير لا حساسيه لا حتى شي حاجه، غير يقدر نتيا البشره ديالك كانت جافه بزاف بزاف ولا كانت دهنيه بزاف بزاف، هذا هو اللي كيسبب داك المشكل. اما هذا ما تخافي منه حتى شي حاجه، زوين بزاف ديال كلين كلير. كنستعمل هذا وكنستعمل حتى هذا ديال الحبيبات، هذا منظف لفرك الرؤوس السوداء، هذا ازاله الرؤوس السوداء وتيقشر. ها نتوما ديال كلين كلير كلهم كناخذ غير ديال كلين كلير. ها نتوما كتشوفوا هاد الماركه ديال كلين كلير، هذه ديال كلين كلير. علاش؟ لانني هادو اللي لقيت فيهم راحتي. كما قلت لكم راه جربت بزاف بزاف ولكن هادو لقيت فيهم راحتي. يعني سواء خديتي هذا ديال الرؤوس السوداء ولا خديتي هذا ديال تيوازن لك الدهون، راه كلهم زوينين بجوجهم زوينين. هذا كما قلت لكم هذا راه داير شي 50 درهم. كيحيد لكم الرؤوس السوداء، كينقي لكم البشره ديالكم، كيفركها لكم، كيحيد حتى القشره الا كانت لك في البشره ديالك، وكينظف لك من الاعماق. علاش كيحيد الرؤوس السوداء؟ كيخليها لك كترطب بحال كيوقع ليها البخار، كترطب وكيتقلعوا بوحدهم، يعني كيطلعوا. وكينقي لك البشره ديالك، يعني كيحيد لك جميع هذا تيحيد لك جميع داك الاوساخ وداك الشيء كامل ديال النهار. لان ضروري ومؤكد انني فاش كنقول لكم فاش تدخلوا من الزنقه الا كنتو خارجين وكنتو سوا دايرين ماكياج ولا ايكرو ديالكم، عادي غسلوا وجهكم قبل ما تنعسوا. لان ضروري، انا هذه حاله فيا واخا نعرف ما عرفت شنو فيا المود ديال العيا، كندخل كنغسل وجهي مباشره. ها نتوما هذا كنغسل به يوميا، راه ما بقى فيه حتى شي حاجه. هذا حتى هو كنغسل به مره ما بقى فيه حتى شي حاجه، كلهم خوا. وهذا بقى فيه شويه. وكما قلت لكم هادو جوج ما تخافوا منهم حتى شي حاجه. ها نتوما اللي بغاتهم ما تخافوا منهم حتى شي حاجه، زوينين بزاف وصراحه عمليين، يعني ما كيسببوا لا حساسيه لا حتى شي حاجه نهائيا. هادو انا كنستعملهم شحال وبزاف البنات جربوهم ولقاو عليهم النتيجه، يعني شي حاجه اللي زوينه. وليكرو حاولي انك ديري ليكرو. والبنات اللي تيقولوا لي على وديت ليكرو تاع البشره واش كتجي مع البشره الدهنيه، هي راه كتجي مع البشره الدهنيه، غير هو اللي بشرتها دهنيه بزاف غتزيد تزيت ليها، لان هي اصلا كما كتشوفوا هي اصلا هيدراتاسيون. البروتيكتوس ديالها، يعني اش نقول لكم، لا تيكستور ديالها يعني مرطبه، فيها دوك المواد المرطبه. كما كتشوفوا دوك المواد المرطبه، يعني اش نقول لك، ماشي مزيته وماشي ناشفه. يعني البشره الدهنيه حاولوا انكم ديروها، هي راه ما غدير لك حتى شي حاجه نهائيا، غير هي كتزيد انك ترطب لك اكثر واكثر. هذا هو الاهم. يعني ماشي غادي تخلي لك بشرتك دهنيه بزاف، كتزيد ترطب لك بزاف بزاف، يعني كديريها وكتحمي لك. ما تخافي، ما غدير لك حساسيه، ما غدير لك تهيج، ما غدير لك حتى شي حاجه نهائيا. واخا بشرتك دهنيه ديريها، ما تخافي حتى شي حاجه. غير قبل حاولي انك تغسلي بهذا الغسول، تينشف لك، ماشي تينشف لك، غير تيوازن لك دوك الدهون تاع البشره. لان كاينين شي دهون كتطلقهم لينا البشره ديالنا، هادوك خاصنا نستافدوا منهم من البشره ديالنا. وواحد السؤال تاع واحد الاخت هي اللي سولاتني، قالت لي عافاك انا كنغسل بلي جيل انتيم، يعني دوك الماء تاع الوضوء اللي دوك لي جيل ديال الوضوء اللي كنشرو من لا فارماسي دائما. قالت لي كنغسل بهم، واش صحيين ولا لا؟ هو واحد القضيه نقولها لكم، لي جيل انتيم كيتخدم بواحد الطريقه متوازنه. كاينين لي جيل انتيم كتستعملوه على حساب الحساسيه، ياك الحساسيه اللي عندها الحساسيه واللي عندها الحكه، هادو فيهم
واحد الماده ديال الاشا هذيك هي اللي كتستعمل على حساب الحساسيه ولا هكا، وكتكونش بعض المرات حتى شي افرازات ماشي هما هادوك كيتستعملوا كيما كيتستعملش دائما، كيتستعمل مده 7 ايام ولا 6 ايام فقط صافي كتحبسي. اما لي جيل لي جيل انتيم تغسلي به صباح وعشيه صباح وعشيه، راه حتى ديك المنطقه الحساسه راه كتفرز لينا واحد الماده اللي ضروري انها كتحمي لينا داك الجدار. هاد الماده ضروريه اون فوا انت كتغسلي يوميا يعني كتنشفي ديك البلاصه وكتحيدي ديك الماده اللي ضروري ما ان ديك البلاصه كتفرز لينا وكتحمي لينا الجدار. وقالت لي واش نغسل بالصابونه ديال الحجره؟ الصابونه تاع الحجره كانت كتجي معاك غسلي بها، ما كتجيش معاك ما تغسليش بها. انا كنحاول انا شخصيا ماشي دائما كندير ليه جيل انتيم، ماشي دائما يعني كتستعملي ليه جيل انتيم فواحد الوقيته اللي نتيا محتاجاها. اما ضروري ان ديك المنطقه ضروري خاصنا نخليوها باش نستافد وتحمي لينا داك الجدار تما، وتحمي لينا من الامراض من الفيروسات من لي زانفيكسيون من بزاف تاع الحوايج. هذا ما كان يعني جواب خفيف ظريف وفيه استفاده. وهاد الوقيته هذه بالضبط كما قلت لكم يعني وقيته ديال الصهد بزاف كيقولوا لي على وديت انهم فيهم الكلف، يعني فيهم الكلف الاغلبيه كاين فيها الكلف ما كيبغيش يتحيد ليها. هذا هو مشكل ديال شحال من وحده. ولكن ملي كتستعمل واحد الحاجه كتنصحيها بها كتقول لك لا ما دارت ليا والو. قبل ما كنصح باي حاجه تاع الكلف اول حاجه كنهضر لكم على هذا على الجليكوليك اسيد يعني ديال الاورديناري. هذا الجليكوليك اسيد كما كتشوفوا هذا عنده قواعد ديالو، يعني كتستعمليه وانتيا حافظه القواعد ديالو لانه فعال، يعني كيشتت الكلف وكي تيبيض لينا وكيحيد لينا الكحوله من العنق وتيحيد لينا الكحوله من هنايا. يعني اي بلاصه بغيتي الا المنطقه الحساسه ما تستعمليش يديك رجليك عنقك وجهك، يعني كيصفي لك البشره ديالك من الكلف. هو هذا كتستعمليه 3 مرات في السيمانه، وملي كتستعمليه بالليل وعلى بشره نقيه، ومن بعدو كديري اي مرطب انك كترتاحي فيه، اي مرطب ديال البشره خاص بالبشره. والسيدات اللي عندهم الكلف وبغاو يبداو الروتين، لان شحال من مره كنشرح لكم ولكن غير ما كترجعوش الفيديوهات، ولكن ماشي مشكل غنعاود نشرح لكم. بزاف السيدات كيكون عندهم الكلف، واول حاجه كديرها انها كتشري مباشره شي برودوي، مثلا كتشري هذا وكتبقى تطبقوا على البشره. لا، اول حاجه هو انك تشدي البشره ديالك تنقيها مزيان مزيان. قدرتي انك تمشي للصالون سيري، ما قدرتيش انك ديري سوان فيزاج في الدار. وكما قلت لكم راه شرحت لكم الوصفه ديال الجيلاتين والقهوه، ان الجيلاتين والقهوه ديريها للبشره ديالك، هذا كافي لك انك باش البشره ديالك تحيدوا منها لي بوين، تنقى لك تحيدوا حتى التسبغات. علاش؟ لان البشره كل ما هيئتيها لواحد الحاجه الا وكتستقبلها بواحد الاستقبال زوين، يعني حتى البشره كتكون مستعده. وهذا كما كنقول لكم اللي بغات لي عندها مشكل ديال الكلف تحاول انها دير روتين اللي قلت لك دابا، انك تنقي البشره ديالك هو الاول، تحيدي منها لي بوين نوار، تحيدي منها الشعر الا كان فيك الشعر، مهم تنقيها. قدرتي تمشي للصالون سيري ديري سوان فيزاج، ما قدرتيش ديري غير في الدار، راني حاطه غير دخلي وديري سميه تاع سوان فيزاج تنظيف في البيت وغادي يخرج لك. عاد باش بداي الروتين ديالك، سواء بداي هذا الروتين سواء بداي ACM، يعني اي حاجه نتيا شتيها مناسبه لك. وانا كنصح هذا لانه واش غنقول لكم غير هو ما كيدارش وتمشي للبحر، حذاري ان شي وحده ديرو تمشي للبحر لانه غادي يحرق لها البشره ديالها. انك ساليتي من البحر ساليتي من الدوران من كل شيء كديريه، والغد ليه كتستعملي لي كخو ديالك مباشره ملي تفيقي في الصباح، كتغسلي وجهك بشي غسول وكتستعملي هذا وكديري لي كخو ديالك، ومور الغدا كتعاودي ديري لي كخو ديالك. وإلا كنتي خارجه بطبيعه الحال حاولي انكم تفاداو الفوندوتان ما ديروهاش. لونتيساغ تقدروا ديروا لونتيساغ ولكن الفوندوتان باش ديروها لوجهكم كامل في الصيف لا، ما عدا الا كانت شي اس بي اف فيها واحد النسبه ديال الفوندوتان فيها الاس بي اف هذا ايه. اما باش ديروا فوندوتان مباشره على البشره ديالكم حاولوا انكم تفادوا داكشي لانكم كتقتلوا البشره ديالكم كتقتلوها. عرفتي شنو هي عرفتي الا شفتوها من الداخل راه غادي تدخلوا. المهم كما قلت لك حاولوا انكم تستعملوا هذا، ولكن على الشمس تبعدي على البحر، يعني تبعدي على شحال من حاجه وديريه وانت كتمسحيه هكا على البشره ديالك. ها
هو راه كتحل من هنايا. شتي بحال دابا انايا غادي نديرو هنايا، كندهن هنايا، كندهن هنايا وكنديرو هنا صافي وكديريه. والبشره ديالك انا متبعه دابا واحد الروتين، ولكن ما نقدرش نديرو لانني ما غادي نبداش دابا، تكون عندي شي حاجه عاد باش كنبداه. صافي كما قلت لكم يعني هذا راه كيديك شحال والمداومه عليه، وغادي تلاحظي انه بدا كينقص لك الكلف وبدا كيتشتت، يعني كيبداو يتفرقوا لك، واول حاجه في السيمانه الاولى كتبان لك كلشي داكشي تيخرج على برا. ملي تيخرج على برا كيبدا يتصفى لك وجهك، كتخلعي كتقولي لا راه هادشي غير ما زاد ليا، ماشي زاد لك الا وانه خرج برا بغى يصفى لك من بعد. كما قلت لكم ها هو غادي نحاول نصور لكم، وكما قلت لكم راه كيدير 250 الثمن ديالو، ما عرفتش واش هبط ولا لا، حيت انا قرب يسالي ليا كنستعملو بزاف بزاف. صافي كما قلت لكم هذا ما كان مهم. حاولت انني نشرح لكم لان بزاف كيقولوا لي فيا الكلف. البنات الجداد ما كيدخلوش كما قلت لكم الفيديوهات القدامين كيشوفوا لاننا حاطه بزاف، ولكن ماشي مشكل. اللي عندها الكلف حاول انها كما كنقول لكم حاولوا انكم تهيئوا البشره ديالكم هو الاول، نقوها. شحال من حاجه ما تقوليش انا وجهي ما فيه والو، نقي ما فيه والو، نقيه هو الاول، حيد لي بوين واخد شحال من حاجه باش حتى البرودوي الا طبقتيه على البشره ديالك كيستقبلها بواحد الاستقبال زوين، وكتبداي الروتين ديالك، ويوم على يوم يعني كتبدا لك النتيجه. وليكخو ديالك ما تخطاكيش بالنهار، ضروري ليكخو ديالك. انا اليوم غير طلعت صبنت، طلعت نشرت يا ربي، طلعت نشرت شي حوايج عرفتي درتها عاده باش متهني حتى درت هنايا واحد البنت اللي قالت لي عافاك صوري لي الصاك ديالك ديال لويس فيتون. هذا راه كنت واخداه شحال هادي، قالت لي عجبني هو في الصنيديله ديالو. هذا كنت واخداه شحال هادي، راه الصنيديله ديالو راه مصوراها. هذا كنت واخداه شحال هادي، يعني راه فاش الله خرجوا كنت واخداها هو صغيور كما كتشوفي. صراحه هو الصنيديله ديالو راه مفرقين، ماشي خديتهم بجوج، لان انا هذا كان عندي شحال هادي، والصنيديله خديتها مؤخرا كما كتشوفوا. ها هو اختي كما كتشوفي قالت لي بغيت ناخذ بحالو هو الصاك ديال هو الصنيديله ديالو، وصوري لي راه تقدر تلقاي شي موديل اخر من غير هذا. قالت لي لا انا عجبني داك الموديل صغيور لان ما عنديش. ها انت اختي هو هذا، كنتمنى انه يعجبك. وكما قلت لكم اي حاجه بغيتوها مرحبا والف مرحبا، يعني راه كنجاوب كل شيء وكنجاوب اي وحده. وجيت نشارك معكم مهم كادو اللي جاني من اسفي. هذا الشال هذا صراحه انا كيعجبني الموف، ما عرفت علاش كيعجبني الموف صراحه، زوين هذا الشال هذا جاني كادو كما كتشوفوا، جاني كادو جبتو لي اختي وصافي. هذا وشي حوايج تاع لتحت مهم بلا ما نوريهم لكم، شي حوايج ديال لتحت هادشي اللي جابت ليا. شكرا بزاف وشكرا لكم حتى نتوما بزاف بزاف، وكنقول لكم السلام عليكم. واي وحده بغات اي سؤال ولا شي حاجه اللي ما جاوبتهاش تسمح لي، راني مضغوطه مع الخدمه، وكتعرفوا ان الدخول المدرسي قرب، يعني بيولوا فيديوهات اخرين ان شاء الله، وغنشارك معكم فيديوهات اخرين ان شاء الله، وكنقول لكم السلام عليكم.